معايا طاسة كده على النار وبنزل بيها بمعلقة من العسل على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. معايا حبتين موز صغيرين كده او صبع موز كبير. بخرط الموز زي ما انتوا شايفين كده وبنزل على العسل بعد ما بيفك. دقيقة واحدة بس بقلب الموز كده بالعسل لمدة دقيقة واحدة فقط بس، وبعد دقيقة برش رشة من القرفة. بتدي طعم حلو قوي للموز، طبعا الموز بيحب القرفة. دقيقة كمان بس فقط لا غير على النار، وبعد دقيقتين كده بقوم بقى جايبة العيش بتاعي، اي عيش عندك، العيش الفينو او العيش الكايزر او المدور، اي عيش عندك، حتى عيش الرده ينفع كمان. وبحشي كده السندوتشات بتاعتي. ممكن تضيفي قشطه، ممكن تضيفي زبادي، المتوفر عندك وحابه تضيفيه بيدي برضو تطعيمه حلوه. بس انا بنتي بصراحه بتحب الموز بالعسل بس بالقرفه. زي ما قلت لك بينفع للمدارس، بديل اللانشو، بديل الجبنه، بديل المربى. لو الاطفال زهقوا من السندوتشات ديت ممكن تعملي لهم الوصفه دي، حلوه قوي، فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، وبألف هنا وشفا لكل أطفالنا.